ترى أفضل شيء يكافح السكري ويؤدي إلى حسر السكري تنزيل الوزن، خصوصا إذا كان السكري لما جاء كان في زيادة وزن. وهذا ما هو بكلام عبثي، هذا كلام نزلتها ذا لانست، دراسة كبيرة، وقالت بأن تنزيل الوزن أدى إلى ريميشن، حسر للسكري. طبعا قالوا بالتالي بأن تنزيلك وزنك 5 إلى 10% من الوزن، 5 إلى 10، يعني لو واحد وزنه 100 نزل 5 إلى 10 كيلو، شيء سهل جدا. هذا راح ينزل التراكمي عندك من نص إلى 1.5، يعني كان 7 بيطلع 6.5، وربما يطلع 5.5. ممتاز. لذلك ليش؟ لأنه السمنة عبارة عن، في تعريفها العلمي أصلا، هي حالة التهابية منخفضة مزمنة، والالتهاب يؤدي إلى تعطيل لوظائف في الجسم، ومنها لأنه بينشغل بالالتهاب، ومنها طبعا وظيفة الأنسولين. فباختصار وبسرعة، السمنة، زيادة الوزن، تؤدي إلى مقاومة الأنسولين. تنزيل الوزن راح يعمل زيادة لكفاءة وعمل الأنسولين. ممتاز. والشيء الثاني راح يبعدك من الدهون الثلاثية، اللي هي أصلا كانت عبارة عن الصورة الأخيرة لمقاومة الأنسولين. ما هو مقاومة الأنسولين هذا عبارة عن فيلم آخره دهون ثلاثية وشحوم. لذلك تنزيل الوزن رائع جدا جدا. طبعا الطريقة اللي يستخدمها الواحد لتنزيل، أنا شخصيا دائما أحب الصيام المتقطع. استشر فيه طبيبك إذا عندك أمراض مزمنة أو تستخدمها، استشر طبيبك في الصيام المتقطع. كيف أسوي دكتور؟ متى أسوي؟ متى أخذ الأدوية؟ إلى آخره. مهم جدا. طبعا الأطفال ما يصلح لهم، كبار السن ما يصلح لهم جدا، أيضا الحامل والمرضى ما يصلح لهم. مهم جدا استشارة طبيب إذا في أمراض أو في أدوية. الصيام المتقطع جميل جدا، أو أي شيء ثاني تبغى تنزل به وزنك بكيفك. تنزيل وزن أهم شيء، تنزيل وزن. صلى الله يمدكم بالصحة والعافية.